مساء الخير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض فيديوهات شرح الماس لجريد 5. كنا وصلنا مع بعض ليونت 9 lessons 1 و 2. بفكركم في بداية الفيديو ولسه مشتركتوش معانا في القناة، دي قناتنا على اليوتيوب. اعمل سبسكرايب، اشترك معانا في جروب التليجرام وجروب الواتساب. اللينكات كلها موجودة في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا نبدأ. كنا اتكلمنا في يونت 8 او يونت 7 ويونت 8 ازاي نعمل بلس وازاي نعمل ماينس للفراكشنز. في اليونت دي ان شاء الله هناخد التايمز، يعني ازاي لما يبقى قدامي مثلا فراكشن زي كده. يعني مثلا هنا بيقول لي تو ايفالويت، ازاي اعمل ايفالويت ل 6 اوفر 8 تايمز مع مين؟ مع ال 4. طيب هو في اكتر من طريقة، ناخدهم كده واحدة واحدة مع بعض، لكن اللي هنثبت عليها هي طريقة واحدة، هي اللي هنفتح، او هي طريقة او اتنين هما اللي هنفضل مستمرين عليهم على طول. تمام، بس طبعا بنشرحهم واحدة واحدة من الاول عشان كلهم موجودين في الكتاب، وعشان ساعات بيقول لي يوزنج طريقة كذا، يعني لازم تستخدم طريقة كذا. لما بيقول لي استخدم طريقة كذا او يوزنج طريقة كذا يبقى لازم اشتغل بيها، لكن لو ما قالش بشتغل بأي طريقة. تمام، تعال ناخدهم كده واحدة واحدة مع بعض. أول حاجة عندي هي using repeated addition. repeated addition يعني اللص متكرر، repeated يعني متكرر، و addition يعني بلس، يعني اللي هو الجمع يعني. يبقى هنا هنستخدم البلس. repeated يعني المتكرر، يعني 6 over 8 times مع الفور هنعملها بلس مع بعضها 4 مرات، يعني 6 over 8 بلس 6 over 8 بلس 6 over 8 بلس 6 over 8. طيب دول بنعملهم ازاي بلس مع بعض؟ زي ما اخدنا في يونت 8 بنعملهم كلهم النيوميريتورز بلس مع بعض، والدينومينيتور بيكون ثابت اللي هو ال 8، يعني بننزل ال 8 هي تحت، وبنجمع بقى اللي فوق بقى نعملهم بلس مع بعض. يبقى 6 بلس 6 equal 12 بلس 6 equal 18 بلس 6 equal 24. يبقى 24 over 8 equal 3. تمام. طيب الطريقة التانية using number line، يعني بستخدم فيها النمبر لاين. طيب انا عندي هنا النمبر لاين اللي هو الخط ده بنقول عليه نمبر لاين، وبيبقى فيه ايه؟ بنكتب هنا بين الزيرو وبين الوان. تمام، هنا مثلا 6 اوفر 8 يبقى انا هقسم المسافة اللي بين الزيرو والوان دي. تمام، بقسمها 8 equal بارت. بقسمها كام؟ 8 equal بارت. تمام، يعني 8 اجزاء كلهم قد بعض. تمام، 6 اوفر 8 يعني هنعمل 6 شرط، يعني هناخد اول جامب كده هتبقى 6 بس. تمام، يعني من الزيرو هنا 1 2 3 4 لغايه لما نوصل لكام؟ لل 6 اوفر 8. يعني يعني الشرطه الواحده بس بتبقى 1 اوفر 8، بعد كده 2 اوفر 8 3 اوفر 8 4 اوفر 8 5 اوفر 8، وهقف عند ال 6 اوفر 8 دي اهي. تمام. طيب لما اعد اللي بعدها بقى اعدهم ازاي؟ ابتدي من اللي بعدها على طول، تبقى 1 اوفر 8. يعني بص كده، 6 اوفر 8 دي خلاص انتهت. تمام، دي 1 لغايه هنا، يعني اول واحده. التانية بقى 6 اوفر 8 يبقى ناخد 1 2 3 4 5 6 اوفر 8 هنا بقى. تمام، يبقى دي كام؟ التانية، الجنب التانية. تمام. طيب بنكرر كده لغايه ما نوصل لكام؟ ل 4 تايمز، عشان هو بيقول لي 6 اوفر 8 تايمز مع مين؟ مع ال 4. بلاقي نفسي ان انا وصلت عند مين؟ وصلت عند هنا ال 3. بتبقى هي نتيجة بتيكوال كام؟ 3. طبعا لو لاحظنا هنلاقي النتيجة يعني هي فيهم كلهم، يعني هنا 3 وهنا ايه؟ 3 برضو. تمام. طيب نكمل بقى نشوف الطريقة التالتة. هنستخدم فيها الاريا موديل. الاريا موديل يعني هنعمل ريكتانجل عادي ونقسمه ايكوال بارت، ونقسمه 8 ايكوال بارت زي ده كده. هنا ريكتانجل عادي خالص اهو، ونقسمه كام؟ بنقسمه 8 ايكوال بارت. كل بارت بيكوال 1 اوفر 8. يبقى هنا 1 اوفر 8، هنا 1 كمان، يبقى 2 3 4 5 لغايه هنا يبقوا كام؟ 6 اوفر 8. طيب دول 6 اوفر 8 نعملها كام مره؟ نعملها 4 تايمز برضو، يعني نعملها 1 2 3 4. تمام. طيب ازاي نعملهم بلس مع بعض؟ ال 6 اوفر 8 طبعا انا هنا ممكن اعد الكولرد، يعني اعد المتلون. تمام، اعد المتلون هنا هلاقيه كام؟ 24. تمام، يبقى 24 اوفر 8 ايكوال كام؟ ايكوال 3.
تمام. طبعا اوفر 8 لان كل ريكتانجل منهم متقسم 8 ايكوال بارت. تمام. طيب والكالر ده كان هنا 24 والكالر ده هنا 24 يبقى 24 اوفر 8 بتيكوال كام؟ بتيكوال 3. برضو نفس النتيجة اللي اخدناها قبل كده. هنا بيقول لي نوت ذات يعني لاحظ ان عشان اعمل 6 اوفر 8 تايمز مع ال 4 multiply numerator of the fraction by the whole number as follows. يعني ازاي؟ يعني لما باخد بقى ال 6 اوفر 8 تايمز ال 4، اسهل طريقة ان انا باخد ال 6 دي مع ال 4 دي، تمام، مع بعض، يعني 6 تايمز ال 4 مع بعض divided على ال 8. يعني ال 8 هنا بتنزل عادي، وال 6 وال 4 دول بنعملهم تايمز في بعض. تمام. او بنعتبر ان ال 4 دي كأنها divided على ال 1. طب لما اخد ال 6 اعملها تايمز مع ال 4، وال 8 تبقى تايمز مع مين؟ تايمز مع ال 1. يبقى 6 تايمز 4 equal 24. يبقى 24 over 8 equal 3 برضه. تمام. لغاية هنا الموضوع بسيط مفهوش مشاكل. طيب ازاي بقى اشتغل على الميكسد؟ تعال نشوف هنا كده. هنا بيقول لي لو عندي 1 over 4 times 3. ده مختلف عن اللي فات في ان ده ميكسد، انما اللي فات كان كام؟ كان بروبر. تمام. طيب ازاي اشتغل في الميكسد؟ هنتبع نفس الطرق اللي فاتت برضو، بس هنزود عليها شوية. تمام. يعني الميكسد بيختلف شوية عن الفريكشن العادي بانه بيزيد شوية. يعني ينفع استخدم اللي فاتوا كلهم. يعني تعال نشوفهم كده واحدة واحدة. اول واحدة اللي هي using repeated addition، اللي هي ال 1 over 4 بلس نفسها كم مرة؟ 3 تايمز. طيب لما نعملها بلس مع بعض، فاكرين كنا بنعمل ايه؟ زي ما كنا بنعمل في ليسون في يونت 8. بناخد ال1 هنا، بناخد ال1 هو النمبر هنا، وهو النمبر هنا، وهو النمبر هنا، بنعملهم بلس مع بعض. والنيوميريتور هنا وهنا وهنا بناخدهم بلس مع بعض، يبقى 3 و3 over 4. تمام. طيب تعال نشوف هنا اللي هو النمبر لاين، برضو نفس الحكاية. بناخد كده النمبر لاين ده، مثلا الديستانس بين الزيرو والوان دي بنقسمها لكام؟ نبص هنا الدينومينيتور هنا كام؟ 4. يبقى نقسمها 4. تمام. يبقى هنا 1 over 4 2 over 4 3 over 4. وطبعا ال1 انا عارف ان هو 4 over 4. طيب انا عايز 1 over 4. يعني لغايه هنا ده ال1 خلص خلاص. اللي بعد كده اهو يبقى 1 over كام؟ 1 over 4. دي اول جامب عندي 1 over 4. بعد كده انا عايز برضو ايه؟ 1 over 4 كمان. طيب هو ال1 هنا كان بيكوال 4 over 4 مش كده؟ يبقى هنعد كام؟ هنعد 4 ومعايا واحدة كمان يبقوا 5. تمام. ادي اهي 1 2 3 4 5. يبقى اقف هنا. تمام. بعد كده اعد 5 كمان، الاقي نفسي وصلت عند مين؟ عند 3 و3 over 3 و3 over 4. تمام. يبقى النتيجة بتاعتي هي 3 و3 over 4. الاريا موديل هنا برضو 1 over 4. ال1 العادي خالص اللي هو الريكتانجل العادي ده 1 over 4. يعني ناخد اللي بعد كده نعمل له ايه؟ نقسمه for equal part. تمام. وبنلون كام؟ وبنعمل كولر لواحد بس فيهم اهو زي ما احنا شايفين في الصورة 1 over 4. طيب 1 over 4 لما نعملها تايمز 3 تبقى ازاي؟ هنا هنلاقي ان في 3 ones عندي. دي طبعا اتكررت كم مرة؟ اتكررت 3 مرات عشان يقولي تايمز 3. يعني تبقى هنا 1 و2 و3. طيب 1 over 4 تايمز 3 هلاقي ان عندي هنا 1 وهنا 1 وهنا 1 وهنا 1 over 4 وهنا 1 over 4 وهنا 1 over 4. يبقوا كام كده؟ كده دول 1 1 يبقوا 3 بلس 1 over 4 1 over 4 1 over 4 يبقى 3 over 4. يبقى 3 و3 over 4. شوف اللي بعد كده. دي الجديدة بقى. using distributive property. distributive property يعني خاصية التوزيع. يعني بنوزع. يعني ازاي؟ يعني بص هنا عندي 1 over 4 هنخليها ال1 لوحدها وال1 over 4 لوحدها جوه ايه؟ جوه براكتس. طيب ال1 تبقى تايمز 3 لوحدها كده، وبعد كده ال1 over 4 تبقى تايمز 3 لوحدها. تمام. طب ال 1 تايمز 3 لوحدها بتيكوال 3 اهي، وال1 over 4 تايمز 3 بتيكوال 3 over 4. يبقوا لما ناخد الاتنين دول بلس مع بعض يديني 3 و3 over 4. تمام. نفس النتيجة اللي فاتت في كل الطرق اللي فاتت. تمام. الطريقة اللي بعد كده بيقول لي rewriting the mixed number as an improper fraction. يعني ازاي؟
يعني نحول الميكسد لامبروبر بس. هي دي الطريقة اللي هي يعني اسهل حاجة واسرع حاجة، وهي الطريقة اللي احنا بنفضلها على طول، اللي هي ايه؟ ان انا اخد الميكسد نمبر اللي هو ال1 1 اوفر 4 نعمله ايه؟ نعمله امبروبر. ازاي؟ طبعا الكلام ده اخدناه في اليونتس اللي فاتت وفي السنة اللي فاتت برضو. 1 تايمز مع ال 4 equal 4 بلس 1 equal 5 اوفر كام؟ اوفر 4. يبقى بدل ما انا كنت كاتبها 1 1 اوفر 4 تايمز 3، لا هنخليها 5 اوفر 4 تايمز 3. وبعد كده ال 5 تايمز ال 3 دول يدوني 15، يبقى 15 اوفر 4. طيب 15 اوفر 4 دي نعملها ازاي؟ نحولها لميكسد. تمام. هو ال 15 دايفايد على 4 بتيكوال كام؟ اقرب حاجة موجودة في تيبل 4 هي 3. 3 تايمز 4 ايكوال 12 بلس 3 ايكوال كام؟ ايكوال 15. يبقى 3 و 3 اوفر كام؟ اوفر 4. تمام. وزي ما قلنا طريقة الامبروبر بتكون اسهل واسرع من غيرها. طيب تعال نشوف هنا examples. عندي 1 over 6 times 5. اول حاجة اعملها ان 1 times 6 1 over 6 times 5. لو اخد ال 1 نعمله times 5 يبقى 5 over كام؟ over 6 اهي. اول حاجة ال 1 times ال 5 مع بعضها divide على 6 يبقى 1 يبقى equal كام؟ equal 5 over 6. طيب نمبر بي هنا بيقول لي 1 over 8 times 2. انا عندي هنا ال 2 وال 8 هما الاتنين موجودين في تيبل 2. ال 2 دي كأن ال 2 هنا معمولة divided على ال 1. بص كده كأن ال 2 دي divided على كام؟ على ال 1. طيب 1 over 8 times 2 over 1. هناخد النوميريتورز مع بعض والدينومينيتورز مع بعض، هنلاقي ان النتيجة اللي فوق فيها 2 واللي تحت فيها كام؟ فيها 8. طيب هما ال 2 وال 8 دول مش انا ممكن اعمل سمبليفاي واخليهم ارقام صغيرة؟ اعرف ازاي؟ ان انا هبص الاقي ان ال 2 وال 8 هما الاتنين موجودين في تيبل 2. ال 2 بتيكوال 2 تايمز 1 وال 4 بتيكوال وال 8 بتيكوال 2 تايمز 4. اعمل ال 2 وال 8 دول سمبليفاي مع بعض او نعملهم دايفايدد هما الاتنين على ال 2. تعال نشوف كده. هنا ال 1 over 8 times 2 بنعمل divided على ال 2 في ال 2 divided على 2 بتيكوال 1. بنكتبها فوقيها كده بخط صغير زي ما احنا شايفين. وال 8 بنعملها divided 2 تطلع كام؟ تطلع 4. تمام. طيب يبقى انا كده عندي اللي فوق 1 times 1 واللي تحت 4، يبقى 1 over 4 وهي دي النتيجة بتاعتي. تمام. سي هنا بيقول لي 12 times 3 over 4. برضو هنبص على ال 12 ونبص على ال 4 بقى اللي هي تحت. تمام. ما ينفعش اعمل سمبليفاي لل 12 مع ال 3، لكن ينفع اعملها مع مين؟ مع ال 4، علشان دي بتكون فوق في النيوميريتور ودي بتكون ايه؟ دينومينيتور. تمام. يبقى ال 12. طب ال 12 وال 4 هما الاتنين موجودين في تيبل مين؟ موجودين في تيبل 4، صح كده؟ يبقى هما الاتنين نعملهم دايفايدد على ال 4. طيب 12 تعالى نشوفها كده. هنا ال 12 طبعا نعملها دايفايدد على ال 4 بتيكوال 3 وال 4 دايفايدد على ال 4 ايكوال 1. تمام. يبقى كام؟ يبقى النتيجة عندي 3 تايمز 3 دايفايد على 1. دايفايد على 1 دي ممكن ما اكتبهاش خالص اصلا، مش مشكلة. يبقى خلاص يبقى 3 تايمز 3 بتيكوال 9. دي بقى ابتدى في مين؟ ابتدى في الميكسد. مديني 2 1 اوفر 5 تايمز مع مين؟ تايمز مع ال 3. دي ممكن نعملها ازاي؟ هنا ممكن نستخدم الديستريبيوشن اللي هي ال 2 بلس ال 1 اوفر 5. نعمل الديستريبيوشن يعني نخلي ال 2 لوحدها تايمز مع ال 3 وال 1 اوفر 5 تايمز مع ال 3. تمام. تعالى هنا ال 2 تايمز 3 نتيجتها بكام؟ نتيجتها ب 6. وال 1 اوفر 5 تايمز ال 3 بتيكوال 3 اوفر 5. يبقى 6 و 3 اوفر 5. تمام. تعالى نشوف نمبر اي. 3 و 3 over 8 times 6. برضو دي ممكن نحلها بقى بالطريقتين عادي، يعني ممكن نحلها بالديستريبيوشن وممكن نحلها بالامبروبر. تمام. طيب تعالى نبتدي كده بالديستريبيوشن. هنا بيقول لي 3 و 3 over 8 times 6. هناخد ال 3. بص كده هنقسم ال 3 و 3 over 8 هنخليها 3 لوحدها و 3 over 8 وتايمز ال 6. يبقى ال 3 نعملها تايمز 6 وال 3 over 8 نعملها تايمز 6. 3 تايمز 6 بتيكوال 18 اهي.
و 3 over 8 times 6. طيب أنا ممكن أعمل إيه؟ 3 times 6 دول بيكوال كام؟ بيكوال 18. يبقى 18 over 8. يبقى أنا عندي ال 18 بلس 18 over 8. بس ال 18 وال 8 هما الاتنين موجودين في تيبل كام؟ هما الاتنين موجودين في تيبل 2. صح كده؟ طيب يبقى أنا لو عملت دايفيد هما الاتنين على 2، يعني ال 18 دايفايدد على ال 8 بتيكوال 9، وال 8 دايفايدد على 2 equal 4، يبقى 9 over 4. طيب يبقى 18 بلس ال 8 over 9 over 4 يبقى بتيكوال 18 بلس ال 9 over 4. طبعا دي ميكسد، دي امبروبر، عايزين نحولها لميكسد. يبقى ال 9 دايفايدد على 4 بتيكوال 2. 2 times 4 equal 8 بلس 1 equal كام؟ equal 9 over 8 over 4. تمام. يبقى كده ال 18 بلس 2 و 1 over 4. لما نعملها بلس مع بعض هناخد الهول نمبر مع الهول نمبر، يعني ال 18 مع ال 1. بص كده ال 18 هنا مع ال 2 وال 1 over 4 لوحدها، يبقى 21 over 4. طيب في طريقة تانية، في طريقة الامبروبر. صح كده؟ 3 و 3 over 8 times ال 6. هناخد بقى 3 times ال 8 بتيكوال 24. 24 بلس 3 equal 27. يبقى 27 over 8 times ال 6. ده بيكوال كام؟ ألاقي إن ال 6 وال 8 هما الاتنين موجودين في تيبل 2. يبقى نعمل divided ال 8 على 2 بتيكوال 4، وال 6 divided على 2 بتيكوال 3. يبقى 27 times 3 over 4. 27 times 3. طيب احنا أخدنا المالتبلاي ده قبل كده في الفيرست تيرم. ال 7 times 3 بيكوال 21، يبقى 1 carry up 2. 2 times 3 بيكوال 6 بلس 2 equal 8، يبقى 81 over كام؟ over 4. طيب هو ال 81 over 4 دي ينفع اسيبها كده؟ لا، لازم احولها لميكسد. طيب 81 over 4 يعني ممكن اعملها باللونج ديفيجن اللي احنا خدناها في الفيرست تيرم برضو، اللي هي او الستاندرد الجوريزم. ممكن نحلها بأي طريقة تانية، يعني بأي طريقة من اللي أخدناهم في الفيرست تيرم. يبقى يديني 20. 20 times 4 equal 80. 80 plus 1 يبقى 81. تمام. يبقى كده 21 over 4 اللي هي نفس النتيجة اللي احنا عملناها ايه، اللي احنا جبناها فوق في الإي. آخر حاجة عندي بيقول لي ال F 8 over 10 times 8. ممكن اعمل دايفيدد الاول، ممكن اعمل تايمز الاول. يعني ممكن اخد ال 8 وال 10 اعملهم دايفيدد هما الاثنين على 2. ممكن اخد ال 8 تايمز ال 8 الاول، وبعد كده اعمل دايفيدد على كام؟ على 2 مره واحده. فاهمين؟ طيب تعال نشوف كده هنا. انا ممكن اخد ال 8 تايمز ال 8 يديني 64 اهو. ال 8 تايمز ال 8 بتيكوال 64، يبقى 64 اوفر 10. ال 64 اوفر 10 مش هينفع نسيبها كده، هنعملها ميكسد. ال 64 دايفايد على 10 بتيكوال 6. 6 تايمز 10 ايكوال 60 بلس 4 يديني 64. تمام. طيب برضو ال 6 و 4 اوفر 10 هما ال 6 كده، ال 4 وال 10 ما ينفعش نسيبهم كده، لازم نعملهم ايه؟ نعملهم سمبليفاي. ال 4 وال 10 هما الاتنين موجودين في تيبل 2، يبقى نعمل دايفايد على 2، يبقى 4 دايفايد على 2 equal 2، وال 10 دايفايد على 2 equal 5، يبقى 6 وكام؟ و2 over 5. انا عايز اقول بس حاجة، احنا كده خلاص خلصنا، لان الجزء اللي باقي من الليسون اتحذف من علينا السنة دي او اتلغى. يبقى كده احنا خلاص خلصنا الليسون بتاعنا. اهم حاجة ان احنا نحل الاكسرسايز بتاعته، وهستنى ردكم عليا في كومنتات او في الجروبات بتاعت التليجرام والواتساب. اشوفكم في فيديوهات تانية جديدة. يلا باي باي.